وبالعودة إلى تطورات الأزمة المصرية ينضم إلينا من القاهرة الناشط السياسي أحمد عبد ربه. سيد عبد ربه، أهلا بك. هل الجيش سيكون فيصل التهدئة في الميدان أم أن الأمور ستأخذ أبعادا أخرى في حال تمسك كل جانب بموقفه؟ ما نراه الآن تدخلا لقوات الجيش لحماية قصر الرئاسة بعد أن حاصره الثوار قبل يومين، واستمروا في الاعتصام لمدة يوم واحد، ثم انقضت عليهم ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين واشتبكت معهم وقتلت 7 من الثوار بالأمس في محيط قصر الاتحادية. ثم اليوم انضمت قوات الجيش لحماية هذه المنشأة وابتعاد مجموعات وميليشيات الإخوان المسلمين. ونحن صرنا في مسيرات اليوم إلى قصر الاتحادية، وهي ما زالت هناك محاصرة لهذا القصر مطالبة بتخلي محمد مرسي عن السلطة بشكل فوري، لأننا نرى أو يرى الثوار أن محمد مرسي فقد شرعيته من خلال عدة أسباب وعدة عوامل. أولها أنه حنث بيمينه الدستوري وبحلف اليمين الدستوري، وهذا دستوريا يفقد شرعيته، وبموجب المادة 85 من الدستور المصري 71 وبالعرف الدستوري يجب محاكمته. بكونك كونك شاهد عيان، لو تحدثنا عن ما جرى بالأمس بالضبط. ما جرى بالأمس، كنا معتصمين وكان هناك ترحاب شديد من أهالي منطقة مصر الجديدة المحيطة بقصر الاتحادية، ثم فوجئنا بمجموعة من الإخوان المسلمين عند الساعة 3 بالضبط جاءت ودخلت إلى مسجد عمر بن العزيز لصلاة العصر، وبدأت مناوشات بينهم وبين مجموعة من الثوار. تدخلت أنا ومجموعة من رموز القوى السياسية في مصر داخل المسجد، وحاولنا أن نتفاوض معهم أن بهذا الشكل أنتم تأتون بالبنزين بجوار النار وسوف تشتعل الأمور. يجب على المعارضين والمؤيدين أن لا يكونوا في مكان واحد. طلبوا مننا أن يخرجوا بشكل آمن من المسجد مقابل ابتعادهم تماما عن المدخل رقم 4 لقصر الرئاسة والمتواجد عنده الثوار. فاتفقنا مع هذا وخرجنا يدا في يد وأمناهم وأخرجناهم من المسجد آمنين. وعند ناصية الشارع توقفوا عندما طلبت منهم أن يتقدموا كما اتفقنا وأن يبتعدوا عن الثوار لكي لا تقوم أي اشتباكات أو تشتعل الأمور فيما بينهم. رفضوا وتحججوا بأنهم لا يستطيعوا السيطرة على مجموعاتهم. ثم بدأت مناوشات لمدة نصف ساعة، ثم هاجمنا مجموعات من الميليشيات من الجانب الآخر عن طريق صلاح سالم، وانقضوا على الثوار وقضوا على كل مخيماتهم الموجودة في هذا المكان. سيد عبد ربه، هناك تسريبات إعلامية تقول إن الرئيس مرسي سيطرح مبادرة للحوار. برأيك كيف ستتعامل المعارضة مع هذه الخطوة في حال تمت؟ أؤكد مرة أخرى أن الرئيس أو أن الدكتور محمد مرسي قد فقد شرعيته من خلال حنثه للحلف اليمين الدستوري ومن خلال الدماء التي سالت على أيدي ميليشياته ومجموعاته المدنية التي تدخلت بالأمس وتدخلت يوم 12 أكتوبر، ومن خلال المعاهدات التي قام بها بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، والتي ورط مصر فيها كضامن لهذه المعاهدات، ومعاهدات أخرى لها علاقة بقرض من صندوق النقد الدولي التي تمت الاتفاق عليها بشكل مبدئي تحت غطاء من دماء الشهداء في أحداث محمد محمود الأخيرة. فهناك دم الآن، هناك حنث باليمين، هناك استخدام لمجموعات إرهابية ولميليشيات لحمايته أو للقضاء على معارضيه وللثوار. هذا يفقد الشرعية. إذا أراد الدكتور محمد مرسي أن يبقى في السلطة أو السيناريوهات التي أراها، عليه الآن أن يلغي هذا الإعلان الدستوري، يلغي موعد الاستفتاء على الدستور وتشكيل تأسيسية جديدة. يحدد موعد تسليم السلطة بحيث عند الانتهاء من الدستور الجديد تتم انتخابات رئاسية جديدة. ويتعهد بعدم الترشح مرة أخرى بعد أن فقد شرعيته تماما. ويرفض الشارع المصري الآن. شكرا لك من القاهرة الناشط السياسي أحمد عبد ربه.